مات هو. ده خيال مات وسعاده البيه ضرب عليه كام طلقه غلط. خيال المآتة؟ ايوه يا سعاده البيه. مين خيال المآتة ده؟ خيال المآتة يا بيه اللي بيخوفوا بالعصافير. ومش عارف خيال مآتة كمان. يلا خيال مآتة وانا اللي كنت هضرب في الملالة دي على طول. كملت يا اخويا. يلا خلينا بقى خليهم يستنوا عشان يستنوني يا جاد. سلامتك يا بيه، اشرب شوية مية عشان الخض. اشرب يا بابا زمانك اتخضيت. اشرب ايه يا بنتي؟ ما انا شارب من كعاني. اشرب ايه تاني يا نزهه؟ من فضلك يا سيد جاد، انا سبق قلت لكم ما تسيبونيش لوحدي. خليكم معايا يا جماعه، اقعدوا معايا سلوني كده، لان انا حكايه الوعد لوحدي دي بتضايقني. اتفضلوا اتفضلوا ارتاحوا ارتاحوا. يريح قلبك يا بيه ولا يحرقوا على عزيز. مين عزيز ده؟ ده الغالي. إلهي ما ينكوي قلبك على غالي. بس انا ما عنديش غالي. ما عندكش ولاد؟ لا وانا اتجوزت بس ما خلفتش. انا خلفت راجل من يوم ما اتولد وهو راجل. معرفش كده، حاسس ان انا مش مبسوط، متضايق، زي ما اكون حزين كده. انت تحزن سيدي؟ انا بعد الشر عليك من الحزن يا سعادة البيه. انا بفكر واحد في سني وفي مركزي، ايه اللي يشحطط ويجيبه هنا اخر الدنيا، هربان من شوية عيال لا هنا ولا هناك. تتهد التكعيبة ليه؟ دي الضليلة اللي عملها حلم بايديه. والمهام الخطيرة اللي انا سايبها في الوزارة، مستقبل البلد ومستقبلي انا ومعالي الباشا الوزير، كل ده يضيع عشان شوية عيال. جدعان دول بيعملوا كل اللي بيعملوه ده وبيستحملوا كل اللي بيستحملوه ده ليه؟ مش عشان مستقبل البلد. انت كنت بتقول حاجة يا جاد؟ قال كلام خطير قوي سيدي. انا لا يا بيه، ده بيقول علشان المستقبل، عشان خاطر المستقبل يا بيه سامحوهم وادوهم فرصة. مين دول؟ الجدعان اللي بتقولوا عليهم عيال. قصدك الطلبة؟ لا معلش، ده لابد من استعمال القسوة معاهم يا جاد. طب لو حبيت على ايدك يا بيه بالله واستغفر سامحهم يا الله. بيه. ليه المدام بتعمل كده يا جاد؟ عشان خاطر ضنايا يا بيه، عشان ابني ضنايا حلم يا بيه. نزهة خدي والدتك وامشوا من هنا دلوقتي. من فضلك يا سيد جاد، انا طلبت طلب بسيط نقعد مع بعض، لان انا متوتر يا جماعه. هنقعد على شرط، محدش يفتح اي موضوع الا لما يرجع عبد العظيم. مين بس كده وبتصحي نفسك ولا انت نايم؟ تعال يا اسطى تعال. اوعى تدخل بالحاجات دي هنا. ليه بس؟ من غير ليه يا جدع افندي؟ اجراءات امن ولازم الحاجات دي تتفتش. ليه يا بيه؟ ما تسالنيش، انا ما تسالش، واذا سالت انا ما جاوبش. شغلي كده. شغلك انت حر. شوفير يا سواق، ارمي الحاجات دي في الارض. لا احياء لا. يا جماعه انا اشكركم على الوقت السعيد ده، انتوا بعثتوا في قلبي الطمأنينة حقيقي. انا حاسس لو جولي اشرار العالم مش هيقدروا يعملوا معايا اي حاجة وانا عايش في وسطيكم. عشان كده الواحد بيتمنى الليلة دي ما تخلصش ابدا. الايام السعيدة بتروح بسرعة وليالي العمر معدودة يا عبد العظيم. عشان كده نفسي ومنى عيني نفضل مع بعض لغاية ما يروح الظلام اللعين ويطلع نور الصباح. هنقعد كده للصبح. انا اسف اذا كان كلامي مضايقكم او عامل لكم اي ازعاج، فانا اسف، وانا استحمل الوحده، ما هو ده قدري. لا يا سعادة البيه، جد اخويا يعني مش قصده، هو قصده يعني خايف على احساساتك، لا كون انت سعادتك بتنام بدري. ايوه يا بيه، هو بيخاف على طبعا عاوزين راحتك يا بيه يعني. اذا هيا نلعب. نلعب ايه؟ ايه يا عبد؟ لما جبتش ادوات اللعب من كوتشينه او بقى ده اسمه كلام يا سعادة البيه دي؟ بقى بقول سعادتك يكون نفسك في حاجه وانا ما اجيبهاش. ده انا حتى ما لقيتش ضمنه في السوق، اشتريت الكوتشينه ورحت استلفت الضمنه من القهوه اللي جنبين. جاهز يا بيه اهو. سعادة البيه
انا اصلي ما اعرفش العب كوتشينه ولا دومنه. ودي فيها ايه بس يا جاد؟ بقى بعد ما كنت بشكاتب صحه الناحيه وليا احترامي عند الكبير والصغير، اجي على اخر الزمن العب كوتشينه؟ ده شيء فظيع بقى. اسمح لي اسالك سؤال. اتفضل. انت ازاي طيح حياتك وانت عايش بالشكل ده؟ ذات از كويتشن. مالها حياتي يا ثروت بيه؟ انا عشت طول عمري ادي واجبي في شغلي والكل يعرف كده. ده غير واجبي للجيره والعشره والناس والبيتي. انا ربيت ولادي ومنهم اللي هيضيع برضه عشان ما هو بني ادم ويعرف الواجب. لا لا لا، انا مش بتكلم عن الكلام الكبير ده اللي بتقوله. انا اقصد ان انا اتكلم عن الخواء. ها؟ هو يعني مش عارفه يا بنتي. جاد يعني ايه اللي بيقولوا ده؟ الخواء يعني انا اقصد بيه الفراغ الانساني والفراغ العاطفي والفراغ العقلي وفراغ المضمون من المشعور الانساني اللي يخلي الانسان بالضبط كالسائمه. عندك حق، جد اخويا مخاوي. ايوه يا بيه عندك حق، جد مخاوي. انا مخاوي منك لها. المقصود بكلمه خواء ان في فراغ. الانسان عشان يتخلص من هذا الفراغ يبقى له هوايه تقطع عنه رتابه وملل الحياه، يبقى له حس خاص بيه هو، هوايه تستوعب حياته، زي ما يكون مثلا السكواش، التنس، البينج، مش البينج بتاع العمليات، البينج بونج، البولو. طبعا ما تعرفش البولو، اسمع عنه يا بيه. الهوكي، الموسيقى، الرقص كالفوكس تروت وما الى ذلك. يعني مزاج معين. طيب طب ما هو بابا ليه مزاج لحاجات كتير قوي. انت مش هتعمل قصه عصافير يا بابا؟ ايه ده؟ اقفاص للعصافير؟ اه يا بيه ده بيعمل اقفاص جميله قوي. ده ناس كتير قوي بتجيله من المركز لحد هنا مخصوص. مش معقول. امبريفابل. جميل اوريجينال بيوتيفول سيدي انا. جاد اسمح لي انا اعتذر عن كل ما بدر مني وما لم يبدر مني. عزمي سيدي انا تخلص من هذا. يا خرابي. دلوقتي جاد وريني ازاي بتعمل اقفاص العصافير. عايزين نعمل اقفاص سوا. نعمل اقفاص عصافير سوا؟ طب مش لما يبقى ليا مزاج للحكايه دي؟ وبعدين عاوزني اعمل اقفاص عصافير من خشب والواد في قفص حديد ونار حاميه. ايه لا يا سعاده البيه، هو غرضه يعني بس اصل. لا ما تدوقش، ده تخاريف قله النوم. ومين جاب سيره النوم؟ حد اتكلم عن النوم؟ عزيزي جاد، دعنا نبدأ المغامرة سويا وتعلمني ازاي اعمل اقفاص عصافير. العده فوق في الصنداره وتقيله. تتهد الصندرة. مفيش حاجة تقف قصادنا، تقف قصاد تعلم هواية جديدة وصحبة سعيدة. عبدو خد قبلتك والغفر وهدوا الصندرة، هاتوا العدة، هاتوا الحاجات كلها، يلا. حاضر يا سعاده البيه. يلا يا ام حلم. يلا العظيم يلا ولاد يلا الغفر اجمع كل غفر هدي الصندرة. كان مستخبي فين ده كله يا حلمي؟ يا ابني معلش يا بابا، استحمل لغايه ما ننجد حلم. شمال مين انفق صدرك، خد لك نفس طلع كويس. هوب سماش هوب يلا لطيف هوب امشي كويس. يلا كمان انت كمان هوب شويه. بابا جد ودلة شويه. تاكل ايه هوب سماش مين حط هناك وارجع بره بسرعه شويه. يلا لطيف وسع صدرك. هوب مين هوب انفق صدرك امشي شويه. هوب مين كله تمام سيدي انا. حلو طابور الدوشه اللي انت عملته ده. يلا يا جاد
وري البيه ازاي يعمل قفص العصافير. حاضر يا ام حلمي، هوريه. ما انت يلا يا جاد، شمر كمامك كده ووري سعاده البيه. يهو مستني ايه؟ استنى اما نعمة ربنا اللي رموها على الارض دي تنشال من هنا. هنسيبها كده؟ يلا نظيمة، يلا انت ونزهة ابتدوا شيلوا الحاجة دي. حاضر. وانت عباظي ايدك يلا بسرعه شويه بسرعه. يلا 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 نسيبها. حاضر سيدي انا كده. يلا بسرعه يلا شويه. حاضر سيدي انا كده بنضرب. يلا حطوا الحاجات دي بقى فوق الترابيزة. حاضر. لا لا ارمي ارمي ارمي. اتفضلوا. يلا نظيم، نعم. يلا انت ونزهة روحوا ناموا بقى. حاضر. لا معلش معلش، اقعدوا من فضلكم اقعدوا. اقعدوا ليه يا جاد؟ ليه تحرمهم من لذة الاكتشاف والمغامرة وانهم يشوفوني وانا بتعلم صناعة اقفاص العصافير؟ بس يا سعادة البيه اصلهم مش متعودين على السهر. مش مشكلة، اللي مش متعود يتعود. خلاص يا جاد، انا مش هنام. وانا والله ولا تعبانه يعني ولا كابت عليها النوم ولا حاجه. يلا يا جاد يلا يا اخويا. الله وري البيه بقى وريه يلا. لا انا ارجو ان الاول اتعرف على الالات والعدد والحاجات وبعدين نشوف المسائل. دي حاجات كلها بسيطة سعادة البيه. ايوه. يعني ده شاكوش صغير، لا ده انا عارف. ده شاكوش كبير. يعني ده بابا بتاع ده. ده ازميل. 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 ازميل زميلي. دي كماش. كماش عارفها دي. وده سنسفيلو. وات ايه؟ سنسفيلو. بيسنسفلوا بيه ايه ده؟ ده عشان تخريب كده يا سعادة. فرومات يعمل فرومات. وده ايه ده؟ ده السنسفيلو ابن ده. اوكي ماشي. دلوقتي انا عايز انت توريني وانا امارس بايدي يعني لو سمحت. سعادة البيه ملوش لزوم. لا مؤاخذة سعادتك تعور نفسك والحكاية. ايه يا جاد؟ ايه يتعور ازاي؟ لما هو يتعور امال انت قاعد هنا ليه؟ شوفوا بقى قبل اي طلب بس يا عزيزي جاد، انا تحت امرك. امر يا عزيزي جاد. حلمي ابني اخويا. ايوه سعاده البيه حلمي ابن اخويا جاد. حلمي انا كتير قوي بسمع الاسم ده. ماله حلمي ده؟ في مشكلة حلها في ايد معاليك. خلاص اعتبرها محلولة. استنوا ايه بس يا جاد؟ لما سعاده البيه قال لك بعضمه لسانه اعتبرها محلوله، وسعاده البيه لما يقول كلمه لازم حتى تنفذ. طب مش بس الاول سعادة البيه يعرف ايه هي المشكلة؟ نو اعرف المشكلة دلوقتي. معلش اسمح لي بقى يا عزيزي جاد. احب اعرفك حاجة، ما تخلطش بين الاشياء. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا في لحظة الاستمتاع بالهواية، انا بمارس هوايتي كده ولا لا؟ ما احبش بقى عنصر تاني يدخل ويخرب في نافوخي سواء اي مشكلة من اي نوع. انا بالنسبة لي ده الاهم دلوقتي. بقى ده اهم من حلمي؟ مش دي القضية، ده البروبلم بتاعي. حلمي البروبلم بتاعك. كل واحد خليه في البروبلم بتاعه، لان لو حطيت البروبلم بتاعي على البروبلم بتاعك يحصل لخبيطه في البروبلمات. ثم انا حتى لو عرفت البروبلم بتاع حلمي انا مش هقدر احل دلوقتي. حل البروبلم بتاع حلمي هناك في مصر. إلهي يخليك ولا يحرمنا منك ابدا يا بيه. يا جماعه خلونا في القفص ابو سنسفيلو. انا معاك يا سعاده البيه، خلينا في القفص. ايوه يا سعادة البيه خلينا في القفص. لا حد هنا ولا حد هناك. تعالى يا عزوز لما اقول لك. قول لي انت ما تعرفش البيه الكبير ده جاي كفرين هربان من ايه؟ تلاقيه قتيل له قتيل وجاي هربان من الطار. بقى معقول راجل كبير في الحكومة يقتل؟ لا ده في حاجة تانية، دول باين عليهم مناخولية. ايوه
هربانين من السرايا الصفراء. مهابيل. محدش عارف دول مهابيل ولا بيستهبلوا، بس مش عيب برضه قعدتهم كده في دار عم جاد، وعم جاد يكشفهم على حريمه اللي في الدار. عم جاد اللي طول عمره راجل قيمه ومجد يجي على اخر الزمن ويعمل كده. يا خساره يا عم جاد، هتهزق نفسك على اخر الزمن. من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك. اي شويه زيطه كده بتعملوها تلاقوا عايزين تغفلوا لكم شويه. من هناك من هناك من هناك في ايه في ايه ايه يا محيل؟ ده الغافر مزهجرين بس كده بيعملوا الشويتين بتاعهم قبل ما ينام. انا بارع، انا لا اهزم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا بيه. ولد يا عزمي، ايه رايك يا ولد؟ وندرفول سيانة. حلمي يا عالم. خبر ايه بس يا جاه؟ ما تروق كده اخوه امال وخليك معانا هنا. الليل طول عليك وعلينا حلمي. فوق يا جاد فوق فوق يا بابا الله يسترك. الليل طول عليك وعلينا حبيبي. مين هيطول لغاية ان شاء الله نخلص القفص. بس صعب يا بابا يخلص القفص الله يخليك عشان نكلمه في موضوع حلمي بقى. لا معلش بابا، معلش ماشي، مش حد يساعدني، انا هشتغل وعلى كيف وعلى مزاجي. بس كده سعادة البيه هتفضل تشتغل لغاية النهار ما يطلع. مش هيطلع النهار، مش هيطلع غير لما اخلص القفص ده وعليه قفص تاني كمان. مش ممكن كده، مش معقول يا ناس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بيه؟ فيه ايه خير؟ ما انتك شايف الاستاذ جد بيميطني، بيديني احساس ان انا بارد وتبت وجبص. انا فاهم ده كله ليه؟ بيحقد عليا عشان بقيت اشطر منه في عمل قفاص. ابدا يا سعادة البيه، ده كل الحكاية ان انا تعبان، عايز انام، عايز ارتاح، بس قبل ما انام عاوز اطمن على حلمي. شوف البرود يا اخي، مفيش احساس بالاخرين. حضرته عايز يطمن وشايفني انا طالع عيني ودمي محروق. يا بيه هو عاوزك تنام وترتاح، بس قبل ما تنام تطمنه وتطمنا. الصبح، بكره الصبح انا عموما مرتاح، اللي مش مرتاح يتفلق، دي مشكلته هو. انا مرتاح ومسهرج ومصهلل، وان شاء الله معاكم للصبح. يا بيه احنا معاك لغايه اما النهار يشقشق ان شاء الله. بس كده بقى نكمل القفص. ولا العزم نعم سيدي. حب نشاط واحد سيف يد. هوبا. البيه مزاجه بيروق اهو كل مادة، وهو قعد نكلمه عن حلم اما النهار يطلع. خايف يا نزهة النهار ما يطلعش عليا قبل ما اشوف حلمي. اخويا فلا الله ولا فالك، ربنا يخليك لي حلمي ولينا كلنا العمر كله. ايه دي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي جرى في بيت عم جاد؟ يا نزهة نزهة! ايه دي؟ هي الحرب قامت في بيت عم جاد ولا ايه؟ سي فتوح انت جيت امتى؟ يعني لسه واصل دلوقتي، كنت بايت ليله امبارح عند واحد صاحبي والنهارده الجمعه قلت اجيب الجرايد واجي. ايه في ايه؟ خش جوه في اوضه الضيوف وانت هتعرف. حاجه غريبه بصحيح. ايه ده؟ انا بحلم، انا كابوس. نزهة 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 فوق يا نزهة فوقي. ابو الفتوح حبيبي. ايوه ابو الفتوح يا اختي، خطيبك المغفل. فوقي كده وفهميني. ها
مين ده؟ مين ده اللي انتوا نايمين معاه في اوضه واحده بالشكل ده؟ وايه حكايتك وحكايه ابوكي؟ رد عليا يا ست الستات. ده كنت فين امبارح بس يا ابو الفتوح؟ قولي لي الاول ايه اللي بيحصل في بيتكم يا نزهه؟ لازم فوت على النجار عشان الموبيليا. هو خلصها ولا لسه بقى يا ابو الفتوح؟ ما ان شاء الله ما خلصت. انت نايمه هنا ازاي؟ وازاي ابوك يوافق على كده؟ اسمع انت ما تغلطش، البيه ما كانش لسه خلص القفص واحنا راحت علينا نوم. بيه مين فيهم؟ ده هو، وهو نام من غير ما يخلص. طيب لما يخلص القفص يبقى قولي لي. استنى بس يا ابو الفتوح اما افهمك. تفهميني ايه؟ ما الحكايه واضحه زي الشمس. لما ابوك يصحى يبقى يجي لي هناك ويفهمني ايه اللي بيحصل. هو ده بيت وده خطيب بنت. تلغراف انسجام. سلموا انت ماليش دعوه. ده بعرضك، ده بالذات لازم تستلمه. هات وخلاص. امضي لي هنا. اتفضل يا سيدي، مع السلامه. اخده ومشي. لكن انت سلمته خلاص، مش مدارك. انا سلمت على رايك. نينا اصحى يا نينا. نينا يا نينا اصحي بقى. حلمي ايه يا حلمي؟ مالك يا حلمي؟ عايز حاجه يا اخويا؟ حلمي ايه دلوقتي؟ تعالي شوف المصيبه اللي انا فيها. ده النهار طلع. النهار طلع. حلمي جت. لا لسه. قوم يا بيه، قوم يا بيه. قوم يا بيه عشان نحكي لك حاجه. قوم يا بيه. انا عايز اعمل تليفون اكلم معالي الوزير دلوقتي حالا. انت حرقان. علم نفسك يا مجرم. ده النهار طلع يا سعاده البيت. طب نتكلم بقى في مشكله حلمي. الموضوع وما فيه سعادة البيت. بعدين من فضلك مش دلوقتي. انا الكل يهمني اعمل تليفون لمعالي الوزير، وبعدين لما ارجع بقى لازم اهدى وافضل، وعلى الفطار نتكلم ونشوف المشكله وكيفيه حلها. يا الف مرحب. يا دي النور يا سعاده البيت. اتفضل سعادتك. الفطار بسرعه يا ولد. لا معلش يا شخص استنى. نو بريكفاست عزمي، مفيش وقت. معلش يا عمده، جاي اعمل تليفون لمعالي الباشا وامشي على طول. معالي الباشا ذات نفسه يا سعاده البيت. مالك مندهش كده ليه؟ وانت يا اما غلباوي يا اما مندهش؟ انت ايه لما اكلم معالي الوزير؟ شيء عجيب يعني؟ مش مسؤولين زي بعض ولا ايه؟ فين التليفون؟ هنا تليفون يا سعاده البيت. هنا اطلب لي معالي الباشا على التليفون يلا. هو ده. هو جاد افندي كلم سعادتك يا مالك ده. جاد هيكلمني فيه جاد؟ عن حلمي ابنه حلمي. حلمي؟ انا سمعت اسم حلمي ده كتير. انا كل لو في اي بروبلم لحلمي او بروبلم لغير حلمي كل شيء اعتبره محلول. اهو كده الرجال الاكابر يا سعاده البيت. ربنا يخليك يا بيه. مكتب معالي الباشا. مكتب معالي الباشا يا سعاده البيت. انا جاي حاضر. يا عمده مش عيب كده؟ دي مكالمه خصوصيه هتلزق لي كمان؟ ايوه مار يا فاهم. اتفضل سعادتك اتكلم براحتك. وانت تقفل ورايا. لما يقفل الباب كله اوت يا عزمي. بره كله. حاضر سيدي انا. يلا اقفل. يلا بسرعه يلا كله هناك بره، كله غفر. شد نفسك اهو. 2 3 اهو. بسرعه شويه يلا. ايه ده انتوا واقفين ليه؟ انت بره عمده. اقف هناك شد نفسك روح يلا روحوا ناموا. البيت في امان خلاص. شفت كده يا فندم ابن حلال وصالح، ربنا مش هيظلمه ابدا. اهو مأمأ بيه بيكلم معالي الباشا ذات نفسه عشان خاطر حلم ابنه وابننا وابن البلد كلها. ايوه اسمع. ايوه روح طمن جد افندي يريح قلبه وقلب امه. استنى انا هروح بنفسي لما البيه خلص كلام، اروح معاه واسبقه واطمن جد افندي بنفسي. يا فندم انا في موقف لا احسد عليه. مش ثروة الدرامال اللي يسيب موقعه يهرب في ظرف زي ده يا فندم. صدقني انا تعرضت لحادث يكاد يكون اختطاف. ايوه في مكان نائي. بس انا بنتهز الفرصة وبجمع معلومات رأي عام. المهم يا معالي الباشا، الاولاد قروا ولا لسه؟ لسه ما قروش؟ ده مش كلام ده. القسم المخصوص بقى يشوف شغله. امال ليه يا فندم منقيينهم على الفرازه وبياخدوا اعلى مرتبات؟ لا كده شكلنا هيبقى وحش.
وهبة معالي الباشا والوزارة واصدقائنا الانجليز هتروح خالص. لازم يحسم الامر يا فندم، الاولاد لازم يقروا مهما كان الثمن. تكيبة اتهدت يا حلمي. ابو الفتوح هيطلقني يا بابا. يلا يا نزهة، البيع زمانه جاي. يلا روحي عشة الفراخ، هات البيض واقليه بسرعة. ابو الفتوح هيروح مني يا نينا. احنا في حلم دلوقتي مش في ابو الفتوح. مبروك مبروك. البيه كلم معايا الوزير من عندي على حلمي. شفت يا جدع فندي؟ لحسن ما كنتش مصدق كلام، اقول لك اطمن مكذب. يا فرج الله، يا ما انت كريم يا رب. يا فرحة قلبنا يا ابني. البيه وصل. متشكرين يا معالي البيه، الف شكر. التكعيبة اتهدت زي ما سعادتك امرت يا سعادة البيه. ايوه بس الذره لسه زي ما هي. تتشال يا سعادة البيه. لو سعادتك امرت كل الذرة اللي في البلد تتشال نشيلها. انا مبسوط منك جدا، معنوياتك مرتفعه لانك بتسمع كلامي وما بتعارضنيش. يا فندم كلامك دلوقتي غالي عندي قوي. تسلم يا بيه وتغنم ويخليك لينا يا بيه. تصور يا معالي البيه، ده اخويا ما كانش مصدق كرم اخلاقك وشهامتك ومروتك. والله ربح فيها عجل يا ماما بيه. ايه دي اللي هتذبح فيها عجل يا عمده؟ رجعت حلمي. ورجعتك ليه يا ابو الفتوح؟ انا ما كنتش ناوي ارجع لعلمكم كلكم، انا رجعت بس عشان خاطر حلمي. انت مين يا جدع يا زهم انت؟ انت اللي مين يا تبتاع انت؟ الله ايه خبر عنه؟ الله اما مالكش ابدا يا اخي. ايه قله الاستهانه بتاعتك دي يا اخي؟ انت عارفين اللي انت بتكلمه ده بيه كبير قوي، بيه مركزه كبير قوي في الوزاره في مصر. الله ده انت دي ما اتجننت، وكتاب الله المجيد انت اتجننت. انا برضو اللي اتجننت، انا برضو. لكن عموما مش وقت الكلام. التلغراف ده مبعوث عشان تلحقوا حلمي. حلمي في المستشفى. ليه؟ تفتكر هيخرجوه من المعتاد على المستشفى ليه؟ الكلام اللي بتقوله ده ولا ده؟ يعني ايه كلمه معتاد؟ تقصد ايه بمعتقد؟ انت اتكلم. معتاد الزيتون يا حضرة شرس. هو حلمي ده معتقل من ايام؟ لو انت مش عارف. عارف ايه؟ عارف ان ابني حلمي في المعتقل. مش انت قلت له يا عمده؟ لا انا افتكرت ان انت قلت له يا جدع فندي. سيدي احنا في خطر، وقعنا في مصيده. طلع المسدس وخذ الحذر، احنا ظهري. انا قلبي كان حاسس اليوم ده وحش من اوله. مجرمين من سوء حظ البيت الوحيد اللي الجا له يطلع ابنهم من عصر الاشرار اللي عايزه تقتلني انا وتقتل معالي الوزير. لكن معلش انا وراكم زمن طويل. ده كمين تعملوا فيا العظيم. ايه ده؟ انا هوري لك يا عبد الرحيم. ايه ده يا سيدي؟ انا ايه؟ التلغراف في ايه؟ طمني يا اخويا، طمني. يا خسارة يا حلمي، يا خسارة. نقلوك المستشفى بعد ما عذبوك وانت بين الحياة والموت. يا حبيبي يا ابني، يا اخويا. خبر ايه يا عم؟ امال هو كلم معالي الوزير في ايه؟ ومش عرفني. هو دخل اوضه التليفون لوحده وقفل عليه. والبيه ده هنا ليه من اصله؟ ده البيه اللي شربنا المر معاه عشان خاطر حلمي. الف سلامة يا حلمي، الف سلامة، الف سلامة ليك ولكل الجدعان اللي معاك. يا ناس يا ناس يا ناس، حد يخش له يترجاه ان احنا نشوف حلمي. بوس ايده يا جاد، بوس ايده عشان خاطر انا في عرضك. ابوس ايد من حجر وقلب من صخر يا نظيم. عندك حق يا جاد يا اخوي. يعني ايه؟ هنسيب حلمي؟ لا،
هننزل مصر وانا معاكم، بس ما حدش فينا يعرف المستشفى فين. هنقلب مصر عليه، وقبل اي حاجه لازم نطهر البيت ده من الوسخوه. يا ابو عبد الافندي يا بجد يا بالعمدي. في ايه يا بالعمدي؟ اشاره يا بالعمدي. روح دلوقتي، انا نازل مصر. يبقى لازم تقراها الاول يا بالعمدي. انت تقف ورا الباب، اي حد يجي اضرب في المليان، طخ على طول. هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف اهرب ازاي. نهرب ازاي بس هم كلهم واقفين بره؟ استنى، جات لي فكره. فجاه نفتح الباب، فجاه تضرب انت طلقات في الهواء، الارهاب هيتخضوا يخافوا، يوسعوا لنا الطريق، جري على العربيه، من العربيه على مصر، هناك بقى نعرف نتصرف. حاضر سيدي. انا ما تنساش ان العمده معاهم. مستحيل يا حلمي يا ابن اخويا. في ايه؟ اقرا يرجع الحضور للسلام جثة نجلكم حلمي. سامحني يا ابن اخويا، لكن ما بدهاش بقى. استنى انت يا عبد جايين علينا سيدي. ماليش دعوه. انت غلطان برضه يا جاد، لان انت كان لازم تقول لي من الاول، كان لازم تقول لي ان ابنك مع الاولاد الطايشين دول، وانا عارف ان هو يعني ملوش ذنب، وهم ضحكوا عليه وهو ولد طايش، وانا كنت اقدر اطلعه من المعتقل. والباقيين دول مجرمين. مفيش منك فايدة، انت هو انت، والانجليز هم الانجليز، والحسبة غلط من الاول. انت ماليش دعوة. بره اجري سيدي، بره عليه العوض ومنه العوض. شد حيلك يا جاد يا اخويا. عليك العوض ومنك العوض يا رب. حلمي راجع، حلمي عايش، حلمي هيرجع دلوقتي، حلمي جاي وظله على كل البلد مادد.